اوعى تخلي الميموري تعملها معاك. لسه لابساني سنان وتمرجي، خد بنصيحتي تدور واجري. لسه لابساني سنان وتمرجي، خد بنصيحتي تدور واجري. مين فينا ما عندوش الهس بتاع ان هو يروح التصوير ما يلاقيش ميموري، او هو في بدايه التصوير كده يبدا يشك هو انا الميموري سايبها في اللابتوب ولا في الكاميرا، يفتح الكاميرا ويبص ما يلاقيش الميموري. ساعتها انت بتحط نفسك في موقف وحش جدا لما انت تبقى لسه هتبدا التصوير ومعكش ميموري، وتعطل التصوير ان انت تروح تلف على اي محل تشتري منه ميموري، وممكن ما يكونش فيه محل في النطاق اللي انت فيه. ساعتها انت بتبقى عامل مشكله وشكلك ما بيبقاش حلو نهائي في الشغل. احسن حاجه انك تعملها ان انت تبقى جايب كيس حاطط فيها اكتر من ميموري علشان تبقى انت مأمن نفسك من اكتر من حاجه. اول حاجه ان انت ما تنساش ميموري في اللابتوب وتبقى انت رايح من غير ميموري. تاني حاجه ان لو انت في التصوير والميموري دي باظت كسرت ما بقتش شغاله لسبب انت مش فاهمه، يبقى انت معاك ميموري تانية باك اب تقدر تستعملها وتكمل تصويرك عادي خالص. ولما تبقى تخلص الشوت تبقى تشوف الميموري اللي باظت دي ايه دنيتها، يبقى انت عارف تكمل شغلك من غير ما تبقى مبين ان في اي مشكله حاصله معاك. ودي نقطه مهمه قوي لازم تاخد بالك منها في الشغل.